كان يا مكان، مش في قديم الزمان، لكن في كل زمان ومكان. كان فيه شخص الأطفال كلها بتحبه، بيضحكوا لما يشوفوه وبيزعلوا لما يمشي. مش شخص عادي، ده جده هبة. اسمه إيهاب. بس الأطفال كلها في بداية نطقها أجمعت إنه جده هبة. أنا بقى محمد إيهاب، بيقولوا لي يا حمو، ومحظوظ قوي إني ابن جده هبة حبيب الأطفال. ساعات بغير، بس برجع أقول كل واحد مننا ليه معزة مختلفة في قلب بابا، وبابا قلبه كبير وبيحبنا كلنا، بس أكيد أنا أكتر برضو، وما تقولوش لحد. أنا بقى ليلي، انتوا عارفيني، احنا خلاص بقينا أهل. بشتغل ديليفري، الراعي الرسمي لتوصيل حودي لجده هبة في أي وقت وفي أي مكان. بس مش مشكلة، كله يهون عشان جده هبة وحودي وفرحتهم لما يشوفوا بعض كل يوم. أصل جده هبة لما يشوف حودي بيضحك ضحكة مفيش زيها. عارفين نانو لما تلاقي بابا متعصب بتقولي بسرعة هات حودي، أول ما يشوفه يضحك. هو اللي هينقذنا. أيوة، أصل حودي ده مفتاح قلب جده هبة، وأنا بشك إن جده بيحبنا عشانه بس. طب أنا برضو بيحبني أصلا من قبل حودي. الحمد لله لحقت شوية حب قبل ما حودي يخلصه كله. كل الأطفال بتحب جده هبة، مش لأنه بس بيهزر ويدلع، لكن لأنه بيحب بصدق، وحنان حضنه ملوش مثيل. اللي بيحبه طفل يبقى قلبه أبيض، واللي بيحبوا الأطفال كلهم يبقى قلبه ده كنز نادر. وجده هبة هو حبيب الأطفال من غير منافس. أينما وجدت الحنية وجد الأطفال، فأصدق حب في الوجود هو حب الأطفال. الأطفال ما بيعرفوش يجاملوا ولا ينافقوا، بيحبوا بجد. تخيلوا بقى لما يكون في شخص كل الأطفال بيحبوه من غير سبب واضح. هو ده بقى جده إيهاب. شكراً يا سوبر جدو إيهاب، لأنك دايماً موجود وبتحبنا. وبتحبنا.